تكلفة الكورسات عندكم غالية شوية. معاك حق، أنا بتفق معاك في بوينت زي دي. إحنا ممكن نكون من أغلى الأماكن اللي بتقدم كورسات هنا في مصر، بس هنا أنا عايز أسأل سؤال الأول. هو هيكون سؤال مهم أوي في حتة السعر دي. السعر أصلا في الأساس بيتقارن بإيه؟ أو بيتحكم عليه إن هو غالي أو رخيص مقارنة بإيه؟ بالكواليتي. مظبوط كده. ايه بقى الكواليتي اللي ممكن تكون ام اي جي بتقدمها لك، او الخدمه اللي ام اي جي بتقدمها مقارنه بالسعر؟ اول حاجه، وهي هنا في ام اي جي في قسم خاص بالاستشارات للسفر لالمانيا. بمعنى ان انت وانت جاي هنا ام اي جي بتطلب ان انت تقعد مع حد من قسم الاستشارات علشان تتكلم معاه في مستقبلك، او ان انت ناوي اصلا تدرس الماني ليه، فيقدر يساعدك ويرسم لك خطه كامله لمستقبلك في ان انت ازاي هتسافر المانيا، وايه المجالات اللي انت تقدر تشتغل بيها بشهادتك هنا في مصر. تاني حاجه ام اي جي بتقدمها، ودي للاسف ممكن تكون ان احنا ما بيجيش فرصه ان احنا نتكلم عنها بشكل مباشر على البيج او نتكلم مع الناس فيها على العلن كتير، وهي ان احنا متعاقدين مع شركات كبيره هنا في مصر للكول سنتر بالالماني. الطلبه عندنا بعد ما بيخلصوا مستويين زي البي 1 والبيتس 5 بيقدروا ان هم يدخلوا الانترفيو في شركه من الشركات دي من خلالها. ثالث حاجه وهي اهم جزئيه، وهي الانستراكتورز. انا مش محتاج اتكلم عن الانستراكتورز عندنا مستواهم ممكن يكون عامل ازاي، بس يكفيني اقول لك ان انت هنا في ام اي جي بيكون معاك اول 3 محاضرات تقدر تحكم فيها على الشخص اللي بيدرس لك. وارد جدا يكون الانستراكتور اللي معاك في الكورس مستواه عالي جدا بس انت مش عارف تفهم منه، ساعتها بتطلب بعد ثالث محاضره دي ان انت تغير الانستراكتور او تتنقل لجروب تاني، وده موجود في الريجليشن اللي الناس بتمضيها.